الحزب الوطني مر بمراحل كثيرة جدا للإصلاح، وكنا نشهد في كل مؤتمر حزب محاولات. يعني أنا مثلا كنت أفاجئ اجتماعات للوفود الأجنبية ولا أدعى إليها. يا جماعة كيف يتم هذا؟ ده أنا راجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان وراجل سفير سابق ولي تاريخ دبلوماسي طويل، فتشعر أن هناك أيدي تحاول أن تقلص أو تحجم من البعض وترفع البعض الآخر. هكذا شاءوا وخيرا ما فعلوا. ربما لو جرى تصعيدنا في الحزب كنا ندفع ثمنا غاليا لذلك، إنما ظلت عضويتي للحزب القاصرة على لجنة اسمها لجنة مصر والعالم. لجنة مصر والعالم دي انشئت سنة 2002 ونيط بي رئاستها، وكانت بتضم كل العقليات المحترمة، محمد عبد الله، محمد بسيوني، السفير محمد شاكر، السفير عبد الرؤوف الرئيبي، شخصيات كبيرة بعضهم يكاد يكونوا أساتذة ليا. وقعدت فيها سنتين. جرى إقصائي عنها عندما رفضت الذهاب إلى إسرائيل كما قلت من قبل في 26 مارس عام 2004 في الذكرى ال25 لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. لاحظت أن هيئة المكتب هي التي تسترسل بكل شيء. اللجان النوعية تجتمع كل فترة اجتماعات دورية. لاحظت أن الإصلاح إصلاح يعني ورقي أو إصلاح بالمنطوق الحديث لأحزاب غير موجودة عندنا.